وصفتنا النهارده هي الرواني، كيكة سهلة وبسيطة، كمان بتبقى ميكس ما بين محبين الكيك ومحبين الحلويات الشرقية، طعمها حلو مختلفة جدًا، كمان سهلة أوي في التحضير ومش بتاخد أي وقت خالص، يعني هو وقت تسوية بس. شايفين كمان إزاي لونها طلع حلو أوي. أول حاجة معايا 4 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، وأحط عليهم كوباية من السكر الناعم ومعلقة صغيرة فانيليا، وهنضربهم كده كويس أوي بالمضرب اليدوي، يعني كمان مش هنحتاج ولا مضرب كهربا ولا خلاط ولا عجان ولا أي حاجة. بعد ما نضربهم كده شوية حلوين والبيض يتحول من لون أصفر الغامق لأصفر الفاتح كده والسكر يدوب كويس، هانزل عليهم بكوباية من الزيت النباتي، ده زيت ذرة عادي، وهقلبهم برده كويس مع بعض. كمان هنزل عليهم بكوباية من الزبادي اللي هي 200 جرام، كوباية من سميد البسبوسة الناعم اللي هي دي وسيمولينا، وهنقلب كده كل المكونات دي مع بعض. بعد كده معايا كوباية من الدقيق وعليهم رشة ملح ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ونص كوباية جوز هند. هنقلب كده كل المكونات بتاعتنا كده خلاص، مش هنحط أي حاجة تاني. ممكن تضيفي بشر برتقان أو بشر ليمون، بيديها طعم حلو قوي برده، بس لو عايزاها الوصفة الأصلية فهي من غير أي منكهات، دي طعمها حلو مميزة. طبعا في الوقت ده أنا مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 عشان الفرن يكون مسخن مسبقا. شايفين قوامها هيبقى عامل ازاي، بيبقى تقيل شويه عن الكيك. بعد كده معايا صينيه دهناها كويس بالزيت او الزبده، وبديها رشه سميد كده عشان ما تلزقش معايا، وهنزل الخليط بتاعي في قلب الصينيه وهديها كده تخبطتين علشان اي فقاقيع منها تطلع. بعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره 180 على الرف في النص، تقريبا بتاخد 45 دقيقه، من 40 ل 45 دقيقه على حسب الفرن بتاعك. بعد كده هنجهز الشربات، وهو شرباتها بيبقى خفيف. انا معايا كوبايتين سكر وعليهم 3 كوبايات ميه. لو انت بتحبي الحلويات يعني سكرها مظبوط مش مسكره، ولو انت بتحبيها مسكره ممكن تخليهم 3 كوبايات سكر ل3 كوبايات ميه. بعد كده هديهم تقليبه كده على البارد، وبعد كده هنرفعهم على النار. اول ما يغلوا كده يعني غلوه كده ولا حاجه، هنزل عليهم بعصير معلقه كبيره من الليمون ونسيبهم يغلي غلوتين ونقفل النار عليهم. بعد كده هنسيب الشربات بتاعنا يبقى دافي مش سخن زي البسبوسه، واول ما الكيك يطلع من الفرن وهو سخن هنسقيها بالشربات على طول. هننزل بكميه الشربات وهي هتشرب الشربات بكل سهوله. شايفين قد ايه ما شاء الله الكيكه لونها مظبوط وناجحه جدا، بتشرب الشربات بكل سهوله، ده برده من نجاح الكيك بتاعنا. بعد كده تسيبيها تبرد، تقدميها بقى، تحطي مكسرات، تحطي عليها جوز هند، هي مش محتاجه اي حاجه في التقديم، طعمها حلو قوي قوي. زي ما قلت لكم هي ميكس من بين محبين الكيك ومحبين الحلويات الشرقيه، مميزه وخفيفه وفي نفس الوقت مسكره. شايفين الكيك ما شاء الله ما فيش فيها غلطه. هستناكم تجربوها وتقولوا رايكم.